منتخب اليمن ظروف صعبة بيمر بيها في الفترات اللي فاتت، تقييمك ايه للفترة اللي فاتت؟ واشرح لنا كده أهم الصعوبات اللي واجهتها. في البداية الحمد لله يعني ما واجهتنا صعوبة كثيرة خلال إنه الخروج بس كيف من اليمن. أما غير كذا ويعني الحمد لله توفرت لنا معسكرات في قطر، عسكرنا شهر في قطر، وما شاء الله الآن عسكرنا في مصر، ونشكر أخواننا في مصر ووفروا لنا كل الإمكانيات. وإن شاء الله قلت لك هذه بتعطينا دافع كبير إن شاء الله. يعني إن الحرب بتأثر على لاعبين كثير، سواء في منهم من راح يقاتل وفي منهم، لكن الحمد لله طبعا هذه كمان تعطي اللاعبين اللي موجودين دافع كبير إنه يحرص على إنه يرفع سمعة اليمن أقل حاجة داخل الملعب. يعني في ناس تحارب في اليمن، وفي ناس تحارب في ناس في الجبهات، وفي ناس في الملعب. وإن شاء الله قلت لك هذا طبعا يعطينا دافع كبير إن احنا نرفع سمعة اليمن ونسعد الشعب اليمني اللي هو دائما في معاناة من مشاكل لمشاكل. والحمد لله قلت لك الشباب ما قصروا طبعا، بيقدموا قصارى جهدهم، والحمد لله ثمرتها ان احنا فزنا في اول مباراه، وان شاء الله القادم اكثر افضل ان شاء الله. يعني الناس كلها بتتذكر محمد عياش في بطولة الخليج، وكل الناس أطلقت عليك اخطبوط اليمن. ذكرياتك ايه مع الخليج اللي تعلقت فيه وشايف يعني طبعا الحمد لله قلت لك الشباب كلهم كانوا كتله واحده، والفريق ما تاثر باي ظروف واي مشاكل، قدمنا مستوى رائع. وقلت لك الحمد لله هو هذا اللي اعطى اللاعبين دفعه كبيره انهم هم يرجعوا يلعبوا من جديد. وقلت لك احنا طبعا اكبر بطوله نشارك فيها هي كاس الخليج، بالنسبه الان معنا كاس اسيا ان شاء الله. قلت لك هذه كمان بتعطي اللاعبين حافز كبير انهم كلهم يجتهدوا ويرجعوا للرياضه، يتركوا اي مجال سياسي واي مجال غير الرياضه ويتجهوا للرياضه ان شاء الله. في ظل الظروف اللي كانت فيها يعني سنتين احنا واقفين من الرياضه، اكيد الواحد لا متى بيجلس واقف. الحمد لله قلت لك يعني انا موظف فيها، غيري مش موظفين، اغلب اللاعبين مش موظفين. قلت لك الحمد لله يعني فكرت انا اترك الرياضه، اتجه احافظ على وظيفتي يعني اقل حاجه، لأنه عندنا في اليمن لازم تداوم. صح إنه في تفريغ، بس التفريغ أكيد طبعا مش زي اللي يداوم. وقلت لك الحمد لله يعني الآن اتاحت لنا الفرصة إن احنا نتأهل لآسيا، والحمد لله قلت لك مستمرين بإذن الله. بعد التوقع بعد بطولة الخليج إن أنت هتنتقل لأندية كبيرة في الخليج وأنت تلعب في الدوري السعودي وفعلا أنت انتقلت للدوري العماني، كانت تجربتك إزاي هناك؟ طبعا قلت لك هو ما فيش احتراف في الخليج بكامل إلا في عمان، وكانت آخر سنة اللي انتقلت فيها طبعا وما تم اللعب لأنه بسبب البطاقة كانت في مشاكل، والآن وقفوا حتى في عمان، فلكذا قلت لك ما سنحت لي الفرصة إني أحترف في الخليج.